في سورة الواقعة يوجد وصف للجنة. طبعا كلمات متعددة تحتاج إلى وقفة وإلى توضيح. العملية مش سهلة. موضوع البحث عن الكلمة في علم الجذر الأول صعب جدا. بفضل الله يعني وأنا بدور لقيت قدامي وطلح منضود. ما معنى طلح منضود؟ أنا هوضح إن شاء الله من الآية 29 للآية 33 في سورة الواقعة عن وصف الجنة، وهوضح طلح منضود. الأول هذكر لكم ماذا قال العلماء حول طلح منضود. طبعا مش اختلاف معاهم، احنا بنوضح كل الآراء وهوريك مدى الاختلاف في التوضيح. شوف انت هطرح لك ما قيل حول طلح منضود ولك أن تحكم. في تفسير ابن كثير وقوله وطلح منضود، الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاد، واحدته طلحة، وهو شجر كثير الشوك، ليه شوك كتير. طب في شجر في الجنة ليه شوك؟ أيا كان خلاص. طيب، وقال مجاهد منضود أي متراكم الثمر، وده أقرب ما يكون، ده جميل التفسير ده. يبقى مجاهد قال متراكم الثمر. طيب، وقال السدي منضود مصفوف يعني مرصوص جنب بعضه. وقال ابن عباس يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. شوف الآراء قد إيه. خد اللي جاية دي لأن دي برضو هذكرها لك. وقال الجوهري أو الجوهري والطلح لغة الطلع، لغة الطلع يعني الطلح هو الطلع. هو كده جاب لهجة أخرى، أنا هذكر لك برضو لهجة أخرى هنا كده. تمام، روح للتفسير وشوف، اختار اللي أنت عايزه منهم. فبفضل الله من خلال علم الجذر الأول هطرح لك منظور جديد لمعنى طلح منضود بس يتوافق مع سياق الآيات. ما هو الطلح؟ هو الطرح. احنا عندنا بنقول الشجرة طرحت. الطلح هو الطرح، في تبادل في عربية بين اللام والراء. فالطلح هو الطرح. خلصنا كده كلمة طلح. أمال إيه المنضود؟ المنضود هو المحمول. المنضود هو المحمول الثابت دائما. يعني إيه المحمول الثابت دائما؟ يعني الطرح ده مش موسمي، ده طرح طول فترة إقامتك في الجنة. في أي وقت، في أي لحظة أنت عايز فاكهة معينة موجودة طرحها على الشجرة، موجود، مش موسمي. مش هتلقى موسم الموز لازم يجي موسم الموز، موسم العنب لازم يجي موسم العنب، وهكذا. لا، ده طلح أو طرح منضود أي محمول بثبات دائم واستمرارية فوق الشجر. أدي معنى طلح منضود أو طرح منضود. منضود في علم الجذر الأول معناها هو الثابت المستمر دائما، وطلح هو الطرح. انتهى كده. نكمل الآيات بعديها. وظل ممدود، يعني الظل بتاعك، ظل الشجر ده، يعني الشجر ده متصل مش موجود في مكان واحد، ده ظله مستمر معاك على طول. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيش شمس ولا زمهريرا. أو والله أعلم إن الظل بيتبعك باستمرار أينما ذهبت. طيب، وماء مسكوب شلالات، وماء مسكوب شلالات، وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة. يعني ايه فاكهة كثيرة؟ الفاكهة كثيرة من الكم والنوع، يعني كل الأنواع موجودة معاك، وكم ضخم جدا. خد اللي جاية الجمال فيها دياتي، لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني ايه لا مقطوعة؟ مش معنى ان انت قطعت الثمرة خلاص انتهت، لا، تطلع مكانها تاني. يعني الشجر مش تجنيه ويمت خلاص على كده، لا، انت يا دوب تاخد الثمرة لا مقطوعة ترجع مكانها تاني، واحدة تاني. ولا ممنوعة. يعني ممنوعة يعني ده شطلها، لا، ده انت بتطولها باستمرار ايا كانت فين، ايا كان علو شجرة بتجيلك كده بتذلل وبتاخدها. يبقى لا مقطوعة يعني ما بتخلص. ولا ممنوعة مش محجوبة عنك، متاحة ليك طول فترة حياتك اللي موجودة في الجنة. يبقى كده وضحنا بفضل الله. وطلح منضود يعني طرح ثابت دائم باستمرار وليس موسمي. بالله عليكم التفسير ده مقنع ولا لا؟
والله إن كان مقنع خده، اللي ما كانش مقنع سيبه ولا تزعل، بس حاول تفهم كلمات الخالق عز وجل، لأن دي جمال في المعنى، جمال عالي جدا. وبصراحة بفضل الله اللي وصلني لده فضل ربنا سبحانه وتعالى والخط المصري القديم، بدونه والله لن أصل إلى أي شيء من ده أبدا. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.